أهم مصادر الطاقة. الكربوهيدرات واحدة من الثلاث عناصر الأساسية بتوع الأكل اللي هما البروتين والفات، وجسمك بيفضل النوع دوت من الأكل عن الاتنين التانيين عشان بيستخدمه كمصدر طاقة. في الأول عايزك تعرف رحلة الكارب عاملة ازاي في الجسم. لما بتاكل الكارب جسمك بيهضمه وبيحول السكر في الدم، وأول ما سكر الدم بيعلى بيقوم الأنسولين نازل عامل شغله اللي هو بيوصل السكر دوت لبيته اللي هو الكبد والعضلات. ولما بيدخل الكبد والعضلات بيتخزن في صورة حاجة اسمها الجلايكوجين، وده اللي بيستخدمه بعد كده للعضلات كمصدر طاقة ليها عشان تتحرك او عشان تشيل حديد. فمعنى كده كل ما عضلاتك كبرت كل ما مخازن الجلايكوجين ديت كبرت معاك. طب في سؤال مهم، الناس اللي بتقطع كربوهيدرات بتخس بسرعة ليه؟ الكارب من صفاته انه بيحب المية، كل جرام كربوهيدرات بيتخزن معاه 3 جرام مية. فالناس اللي قطعت كربوهيدرات ولقيت نفسها نازلة جامد على الميزان بيبقى وزنه ميه مش دهون زي ما انت فاكر. طب ايه هو الكارب؟ الكارب منقسم ليه نوعين. اول نوع اسمه كارب بسيط لانه بيبقى سريع الهضم والامتصاص وبيعلي سكر الدم في وقت بسيط، فالانسولين بيتفرز بكمية كبيرة في الجسم وبيستخدمه كطاقة على طول، فبتحس انك جعان تاني في وقت قصير. النوع دوت زي الفينو والكورن فليكس، انواع من الفاكهة زي البلح والعصاير كلها والحلويات والبيبسي. النوع التاني الكارب المعقد، عكس الكارب البسيط، بياخد في وقت كبير في الهضم، فالسكر في الدم ما بيعلاش مرة واحدة، بيعلى واحدة واحدة، والانسولين على مهله خالص، فبيحسسك بالشبع لفترة طويلة. ده موجود في الاكل زي الشوفان والبطاطا والرز البني والحبوب الكاملة والخضار. الخلاصة كده، اللي بيبقى فيه الياف كتيرة بياخد وقت كبير في الهضم، واللي مبقاش فيه الياف كتيرة بيبقى سريع في الهضم. طب اكل انا ايه دلوقتي؟ الناس اللي عايزة تزيد في الوزن زود شوية كارب بسيط عشان هتديك سعرات كتيرة في وقت قليل ومش هتشبعك. وعلى عكس الناس اللي عايزة تخس هتزود الكارب المعقد عشان تشبعك لفترة طويلة ومنجوعش. اهم حاجة ده كله في اطار السعرات الحرارية اللي انت محددها على مدار اليوم. صل على النبي وما تنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. سلام.